مرحبا بالدكتور محمد البرادعي المصري الأصيل الذي ألقى حجرا في المياه السياسية الراكدة المصرية وأثار تصريحات جدلا شديدا في مصر بين مرحب بها وهم الغالبية من الشعب المصري. أعاهد الله العلي العظيم على التمسك بدعوة الإخوان المسلمين والجهاد في سبيلها السمع والطاعة في المنشط والمكر الله على ما أقول وكيل. نحن شعب أغلبيته تدين بالإسلام عقيدة، وكل ثقافته تقريبا شارك في حضارة عربية إسلامية، مسيحيين ومسلمين واليهود زمان، ويا ريت اليهود بتوعنا يرجعوا لنا بعد كده عشان يفتحوا مكان للفلسطينيين بقى، يعني الفلسطينيين يرجعوا بلدهم، يجوا اليهود بقى العرب يرجعوا بلادهم ان شاء الله. يعني انت بترحب بانه اليهود المصريين اللي طردهم عبد الناصر يجب يرجعوا. طردهم ليه؟ ويستردوا دول راحوا شجعوا الاحتلال. كل مصري له حق ان يعود، خاصه اذا كان بقى هيعود يفتح مكان لفلسطيني. يعني انا عايز اخلي الفلسطيني يرجع بلده، حق العوده حق لا يمكن انكاره ولا يمكن التنازل عنه اطلاقا. لكن هو مش بالضروره مشروط، يعني بمعنى انه هو كمصري خرج من بلده، في رايك انه من حقه الواجب يرجع؟ انا بقى اناديهم الان، مصر اولى بيكم من اسرائيل. كده مصر تنور بيكوا وبمفكرينها وباسلاميينها ومسيحينها برضه، ومسيحينها بكل آلها. مصر مجتمع كله. ما احنا نفسنا اليهود اللي هاجروا دي عارف ان جارتنا كانت مختلف. ده في حاجه جميله، اللي مختلف هو اللي يعملوا. تعالوا اعملوا انتوا معايا حوار. ده ربنا. لكن انا متفق. انا ما عنديش اختلاف معاك. ما انا بقول لك، انا يعني احنا ما عندناش مشكله حول الاديان ولا حول الحضارات. أيوه. احنا عندنا مشكله حول العدوان علينا، الاحتلال لارضنا. هي دي مشكله سياسيه، مش مشكله دينيه ولا مشكله ثقافيه ولا حوارات. وربنا قال حتى منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص. فممكن يبقى في انبياء انت مش عارف، بس لازم تؤمن بيهم طبعا. يعني واحد اخناتون ده ممكن ممكن ده ممكن نبي، يعني موسى ممكن يبقى نبي. ما انتش تقدر تحكم هو ولا لا، لانه ما اتقالش عليه. والله انا سعيد جدا بالفكر ده، والظاهر الواحد لازم يقرب منكم عشان يعرف ايه الفكر وايه التركيب. الحكومة الجديدة برأيك هل وأحمد شفيق رجلان معروف عنهما النزاهة والوطنية؟ ثم الجيش يشكل حكومة تحت إشرافه، تتشكل حكومة وطنية قد يكون رئيسها أي شخصية وطنية أو عمر سليمان، غير الانتقالية بإخلاص إنه جد خلال فترة من 6 أشهر لسنة يعني برئاسة أحمد شفيق. يعني حضرتك بتقول ان التلغراف ده كان من باب الاصول والواجب وفقط، ملوش اي مغزى سياسي؟ لا انا بتكلم، بس هي ما حصلتش قبل كده برضه. معلش، هذا طبعي وهذه اخلاقي واخلاق جماعه الاخوان المسلمين على فكره. لا يعني الرئيس قبل كده سافر في رحلات علاجيه ولم يرسل له المرشد. ما كانش الحاله حرجه بالشكل اللي احنا شفناه، يعني عمليه جراحيه مش بسيطه، والامر كان فعلا مصدر قلق لكل الناس. لكن حته ثانيه الاهم، حبنا لهذا الموقع وهذا المكان واحترامنا له، لأن مصر كلها تحرص على أن رئيسها يبقى شخصية محترمة، شخصية أب لكل المصريين. نتمنى أن الأب حسني مبارك ينظر في التنافس. نحن الآن نقول نحن لن نختار واحد من الإخوان المسلمين ولن ندعم، وكنت أتمنى أن يترشح أحد في تيار إسلامي، يعني محسوب على تيار إسلامي مش مسلم ولا ليه فضلت؟ ليه؟ لأن حرصا على مصلحة مصر التي الآن يعني تحت المجهر. لو تقدم واحد من هذا الصنف بالذات الآن
مشكلة في استهداف مصر فيما ينتظر لها في المستقبل. تقصد استهداف خارجي ودولي؟ نعم.